سيناريو حياتك مين اللي بيكتبه؟ قولي كده اللي انت شايفه. هل انت اللي بتكتبه ولا اتفرض عليك وانت عايش كومبارس في القصة؟ احب اقولك انك الشخصية الرئيسية في الحدوتة. انت اللي بتكتب السيناريو وانت اللي بتحدد هيمشي ازاي. هتقولي كلامك مش منطقي. ده هيودينا لسؤال تاني، احنا مسيرين ولا مخيرين؟ هوضح لك الفرق. حياة كل واحد فينا عبارة عن أحداث بتحصل له، وهي القضاء والقدر، وأحداث تانية من صنعه بتكون نتيجة لاختياراته وقراراته والأحداث اللي بتترتب عليها. حتى لو في جزء من حياتك انت مالكش يد فيه، زي الأشياء والأحداث والأشخاص اللي ربنا كتب وجودهم في حياتك، بس الرغم ده كله انت اللي بتحدد سيناريو حياتك. أيوة صدقني، دي الحقيقة، لأنك هترسم السيناريو ده بتصرفاتك وردود أفعالك اتجاههم واتجاه كل حاجة بتحصل في حياتك. رد فعلك هو اللي هيحدد طريقك.